ما تخليش الالجوريزمز تضحك عليك. يعني ايه؟ لما حضرتك دلوقتي تتفرجي على فيديوهات عن جريمة قتل او عن جريمة تحرش او عن اي جرائم ايا كان، منصة التواصل الاجتماعي بتبقى عارفة دلوقتي ولقطتك انت بتحبي تتفرجي وعندك فضول لايه، فهتشبع الفضول اللي عند حضرتك واللي عند حضرتك، فهتجيب لك كتير منه. فيبتدي شوية بشوية تحسي بالخنقة، تحسي بالغضب، تحسي بالاكتئاب، تحسي بالحزن، وتحسي ان الدنيا دي مكان غير آمن للعيش فيه. كل ده مش بيبين لك الصورة الحقيقية للحياة. في ناس كويسة، في ناس لسه عندها أمل في الحياة، في ناس عندها لسه بتعمل حاجات حلوة، بس عشان انت مش بتتفرجي عليها ولا بتدوري عليها او ما بتظهر لكيش بشكل كافي، لان اللي بيظهر العكس بسبب السيرش اللي بنتفرج عليه او بنركز عليه. فما تخليش الالجوريزمز بتاعت وسائل التواصل الاجتماعي تضحك عليك وتبني لك في مخك اللي ما يسمى the evil world syndrome. فانا بقيت دلوقتي بقى عندي خنقة وشايفة ان المكان